في بطولات كتير جدا انا بحس انها بتتاخد مش من حقهم. انت من المتبنين النظريه دي؟ هقول لك على حاجه، نظريه المؤامره. لا مش نظريه المؤامره. اخر بطوله للنادي الاهلي بطوله الدوري بتاعت الانسحاب، هل دي من حق النادي الاهلي؟ واقع لا. هتقول لي ليه يا عم؟ ما هو في حد يا جماعه مع الانسحاب معروف 6 بونت ودي لائحه. ما بقى ليه تبقى 3 بونت؟ اللائحه بقى اللي هي اصل مكتوبه بالصيغه اللائحه المطاطيه السكسونيه الفرعونيه، الحاجات الكتير قوي. فهي يعني دي بطوله عندك في بالك حاجات تانية يعني كتير بجد كتير. امال ايه الكره بتاع البطوله الدوري بتاعت ابو تريكه اللي زق الولد بتاع طلائع الجيش وجاب جون بدماغه، في نفس البطوله بتاع البينالتي اللي اتحسب لابو تريكه من بره ال 18، نفس البطوله كتير يعني. عارف انت عد بطولات هتلاقي في حاجات فيها شويه يعني بعض اتفرج ساعات كتير قوي على مناظرات من النوع ده، بلاقي اللي مثلا الطرف اللي بيدافع عن النادي الاهلي بيطلع برضو ان الزمالك ليه فعلا يعني استفاد من بعض الاخطاء. لو هنا 10% هناك 90%. معقول الاهلي بيقعد يكسب كل حاجه في الدنيا بقاله 100 سنه؟ لا 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 لا. بص يعني حتى في زملكاويه يقولوا لي ايه الاهلي بيعمل سنه سنتين، انما مش كل. لا 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 في حاجات هم يستحقوها. ايوه عشان برضو ده في الاخر اسم يعني الاهلي لو خد 100 بطوله بالنسبه لك او بلاش، لا خد مثلا 10 بطولات بالنسبه لك، كم منهم يبقوا مش كام يعني؟ في حاجات فجه قوي، في حاجات صعب يعني. هي يعني مثلا اخر السنه دي هل ده منطقي؟ طبعا كابتن طارق السيد بيقول لك في بطولات الاهلي بيشاركوا فيها واخرهم الدوري بتاع السنه اللي فاتت. يا كابتن طارق بص يا كابتن طارق، اللائحه كانت معموله السنه اللي فاتت. احنا عارفين اللائحه الانسحاب ب6 بونت، احنا عارفين الكلام ده. السنه اللي فاتت كان في لائحه ثانيه، ده اول حاجه. ثاني حاجه، تعرف ان الرابطه اصلا عملت كده مع الاهلي عشان عارف ان هي غلطانه؟ والله انت ما بتعرفش، انت ما كنتش في دي، انت كنت في الحته اللي بس بتخص الاهلي، ما كنتش في الحته الثانيه اللي يخص الحكام. ان الرابطه متفقه مع الاهلي والزمالك ان ماتشات الاهلي والزمالك والاهلي وبيراميدز مش عارف والزمالك وبيراميدز بحكام اجانب، وفي اتفاق على كده. ولكن هم اخلوا اتفاقهم، عشان كده الاهلي ما راحش الماتش. هم عارفين ان هم يشيلوا الليله. تمام. بتتكلم على زقه ابو تريكه في ماتش الجيش، حلو، كوره فاول، ولو كان في فار كانت اتلغت. ايه المشكله؟ اخطاء تحكيم بس ما ننكرش او ما تجيش تقول عشان خاطر الماتش مثلا الاهلي خد الدوري، عشان خاطر الماتش تقول عشان خاطر ماتش الجيش الاهلي خد الدوري. يقول لك لا، ما انت كتير عندك حاجات كتير خدت بقى الدوري. ما هي ليك وعليك، وما تشككش في البطولات ان الاهلي خد بطولات مثلا، او في بطولات مثلا الاهلي ما يستاهلهاش. لا يا كابتن طارق، انت كده بتخبط وانت حضرتك مش عارف بتقول ايه. لا طبعا لو في بطولات الاهلي ما يستاهلهاش، يعني مثلا الدوري بتاع 2009 ده الاهلي من اول السيزون هو والاسماعيلي ماشيين مع بعض لغايه ما لعبوا ماتش فاينل في استاد الماكس بتاع حرس الحدود. الاهلي لو وحش من اول السيزون مثلا كان وقع خلاص، مش هياخد الدوري. الاهلي كويس والاسماعيلي كويس، واكيد لازم يكون في حفاظات تحكيميه. اذا كان دلوقتي في الفار بيحصل كوارث، في الفار اللي هو فيه تلفزيون كده بيقعد يبص على القعده بيحصل كوارث. ما تقول كلام مش منطقي يا كابتن عصفوره بقى. عيب بقى يا جماعه بقى، احنا نزينا من الكلام ده والله العظيم.